السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ رجعنا لكم من جديد مثل ما عودناكم اخواتي ورفقاتي. حابين نحن وياكم نعمل اكله خفيفه وسريعه التحضير ونباتيه للنباتيين. نحن اليوم عندنا هون لوبيا. عندي انا هون نص كيلو لوبيا مثل ما لكم شايفين مفرز. هي احسن نوعيه طبعا اللوبيا هون مفرزه عند مني. وبيلزمني انا هون ربع كاسه زيت بلدي، وبيلزمني هون ربع جرزه او باقه كزبره. انا ما بعرف شو بينقلها عندكم، جرزه ولا باقه، فيكم تكتبوا لي. وبيلزمني 3 حبات ثوم هون، انا هدول طبعا بدي اهرسهم. وبيلزمني ملح. انا وقت التحضير بيلزمني اللوبيا هون وربع كاسه زيت بلدي على النار وملح. طبعا الملح على حسب الطلب، في ناس بتحب الملح كثير وفي ناس ما بتحب الملح او وسط، هذا الشيء انتم بتختاروه. وانا وقت سقيت اللوبيا والربع كاسه زيت البلدي على النار بقليهم وبتركهم تقريبا ليستووا. بعد ما يستووا بنزل عليهم انا الكزبره وبنزل عليهم التومات بالاخير. وحنشوف هلا مع بعض نحن وياكم بترافقونا ونحن عم نطبقها ونجهزها مع بعض. مثل ما لكم شايفين هلا انا حطيتهم هون بالطنجره، وبدي احط لهم مثل ما قلت لكم ربع كاسه زيت بلدي. هلا نحن حطينا وبنبلش نحن هلا نحركهم. طبعا نحن هلا بنقليهم تقلايه هون، بنتركهم طبعا على نار وسط لحتى يستووا، وبنغطيهم وكل شوي بنحركهم. هلا مثل ما شايفين هيك الامور كشفنا عليها. هلا صارت جاهزه عند مني واستوت وامورها عال العال. هلا انا صفى عند مني نزل عليها الكزبره غسلتها انا طبعا ومجهزها. بس طبعا مثل ما سقطت انا الكزبره والثوم لازم قلبهم تقليبه واحده وطفي النار عليهم مباشره. هلا بنسقط بسم الله، بننزل الكزبره. بعد ما بننزل الكزبره بنجيب الثوم. شايفين كيف بننزل هيك الثومات اخواتي حبيباتي؟ يا عيني يا عيني. واللي بيحب يضيف له ثوم زياده بامكانه، هذا الشيء اختياري، اللي بيحب معها الثوم. مثل جاهزه الامور. اللوبيا بزيت مثل ما لكم شايفين، تمت خضراء طبعا. صحيح انا جايبها مفرزه بس نوعيتها كثير ممتازه. وفي اشخاص بيحبوها بارده وفي اشخاص بيحبوها بعد ما ولو كانت سخنه. هي على الحالتين طيبه. وبيلزمها فليفله مع منا. ونحن هلا حنبلش ندوق ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. على العالم بمعنى الكلمه. الله يعطيك العافيه يا محمد، والله عم نعذبك. شو بدنا نعمل؟ كرمالكم اخواتنا حبايبنا، وبشتهيكم مع مني وبتمنى تجربوها وتعطوني رايكم. وبشكر كل المتابعين، وتفضلوا مع مني تغدوا. وداعا.